10 فنانين رحلوا أمام الكاميرا دون استكمال التمثيل. في فيديو النهاردة هنتكلم عن فنانين رحلوا أثناء تصويرهم في السينما أو على خشبة المسرح، ومنهم اللي مثل مشهد وفاته وبعدها مات، ومنهم بعض الممثلين اللي أصروا إنهم يكملوا أدوارهم بالرغم من مرضهم، وده بسبب حبهم الشديد في التمثيل. هنبدأ مع الفنان محمود المليجي، واللي رحل أثناء تصويره مشهد الموت. كشف المخرج هاني لاشين كواليس مشهد موت الفنان الراحل محمود المليجي في فيلم أيوب، وقال: كان محمود المليجي بيستعد للمكياج وطلب فنجان قهوة، وفجأة وبدون مقدمات بدأ يتكلم مع الفنان عمر الشريف وقال: الحياة دي غريبة جدا، الواحد ينام ويصحى وينام ويصحى. وفجأة استغرق محمود المليجي في النوم، وفضل يضحك عمر الشريف والناس الموجودين في المكان اعتقادا منهم إن محمود المليجي أتقن الدور بتاعه. ولما حاولوا يصحوه اكتشفوا إنه ما كانش بيمثل، لكنه كان مات بجد. وفارق الفنان محمود المليجي الحياة وهو بيمثل مشهد الموت. الفنان صلاح ذو الفقار. توفى الفنان صلاح ذو الفقار أثناء تصويره للمشهد القبل الأخير في فيلم الإرهابي مع الفنان عادل إمام في 22 ديسمبر عام 1993، وكان سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة، وكان عمره ساعتها 67 سنة. وعلشان كده في المشهد الأخير من فيلم الإرهابي ظهر جميع أفراد الأسرة، ولم يظهر الفنان صلاح ذو الفقار. الفنان إبراهيم عبد الرازق. توفى الفنان إبراهيم عبد الرازق في 29 يناير عام 1987 على خشبة المسرح، وهو بيمثل دوره الأخير في مسرحية كعبالون أمام الممثل سعيد صالح. وكانت صدمة لكل الحاضرين وخاصة الفنانين، لأن كان إبراهيم عبد الرازق في الوقت ده من أكثر الفنانين احتراما ومقاما. الفنان الكبير مصطفى متولي. كان الفنان مصطفى متولي بيأدي دوره في مسرحية بودي جارد أمام الفنان عادل إمام، وأصيب الفنان بأزمة قلبية مفاجئة أدت لوفاته على خشبة المسرح عام 2000. والفنان عادل إمام رغم حزنه الشديد على مصطفى متولي إلا إنه استمر في عرض المسرحية، وتم استبدال مصطفى متولي بالفنان محمد أبو داود. وفي أول مشهد للفنان أبو داود أمام الفنانة رغدة انهارت بالبكاء وسقطت على الأرض فجأة، وتم إغلاق الستار بشكل مؤقت. وبعد انتهاء العرض فضل يصرخ عادل إمام ويقول: متولي يا متولي. الضيف أحمد هو واحد من 3 أشخاص كونوا فرقة ثلاثي أضواء المسرح. كان الضيف أحمد مع سمير غانم وجورج سيدهم في الأردن لمشاهدة العرض الأول لفيلم المجانين الثلاثة، ويقال إنهم شاركوا هناك في حفل زفاف شقيقة الملك حسين في نفس الوقت. وبعدها رجعوا لعمل بروفات لمسرحية الراجل اللي جوز مراته، وكانت المسرحية من إخراج الضيف أحمد. وكان من ضمن المسرحية مشهد بيضع فيه الحانوت الضيف أحمد في تابوت لأخذ مبلغ التأمين على حياته. ومات الضيف أحمد أثناء عمل بروفات المشهد، وكأنه أدى مشهد وفاته على المسرح. الفنان عبد الله غيث. توفى الفنان عبد الله غيث أثناء تصوير مسلسل ذئاب الجبل عن عمر 63 سنة، وتم تغيير أحداث المسلسل علشان تتناسب مع غيابه عن العمل. وقيل أنه تم استبداله بالفنان صلاح قبيل، ورحل أيضا الفنان صلاح قبيل وهو بيأدي نفس الدور. رشدي أباظة. رحل الفنان رشدي أباظة في 27 يوليو عام 1980 أثناء تصوير فيلم الأقوياء بطولة عزت العلايلي ومحمود ياسين ونجلاء فتحي. أثناء تصوير الفيلم أصيب الفنان رشدي أباظة بمرض، وكان المرض أقوى من الفنان رشدي أباظة لدرجة إنه ما قدرش إنه يستكمل مشاهد الفيلم. ومات الفنان رشدي أباظة عن عمر 54 سنة، ولم يتم استكمال المشاهد الأخيرة من الفيلم. علشان كده اضطر المخرج أشرف فهمي للاستعانة بفنان آخر لتجسيد المشاهد الباقية للفنان رشدي أباظة، وتم اختيار الفنان صلاح نظمي. وتم استخدام زوايا بعيدة حتى لا يلاحظ الجمهور وجود فرق واضح بينهم.
وتم اختيار الفنان أحمد زكي علشان يقلد صوت الفنان رشدي أباظة في المشاهد الأخيرة من الفيلم. وكان أحمد زكي معروف عنه في الوسط الفني بقدرته وموهبته الفائقة على تقليد أصوات نجوم الزمن الجميل.